السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم قناة هيلو فود جات تقدم معكم المدفونة الفلالية. بالنسبة للمبتدئين غنمشيو إن شاء الله خطوة خطوة. هاد المدفونة اللي كتمتاز بها منطقة الريصاني، وخصوصا وأنهم كيديروها فوق العواد، كتجي واحد البنة فيها ما شاء الله. إلا أن حنايا غنطيبوها عي في الدار. بالنسبة للمقادير ديال هاد المدفونة، عندنا زلافة ديال الفينو، ونفس زلافة ديال الفورس، معلقة صغيرة د الملحة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة حبوب، 2 معالق ديال العسل، و2 معالق كبار ديال زيت النباتية. أما بالنسبة للماء، درت عي من الصنبور، خدمت عي من الصنبور لأن هاد الحال شوية سخون، باش العجينة ما تخمرلياش في يديا. وبقيت كنعجن في القصعة كما كتشوفوا على الطريقة العادية اللي كنعجنوا بها الخبز. كما كتشوفوا كنبقى نضيف الماء شوية بشوية وانا كنعجن حتى تجمع ليا العجينة كاملة. وانا كنعرك بيديا بالطريقة العادية. من بعد ما تجمعت ليا العجينة كاملة، درتها فوق واحد الرخامة وبقيت كندلكها بيديا وانا كنضيف رشيشة برشيشة ديال الماء. كنبقى كنعرك في العجينة حتى كترجع ليا رخوة في يديا، وكتعطيني ديك القوام اللي بغيتو. كما كتشوفوا هاد المدفونة بالنسبة للعجين ديالها خصو يدلك مزيان كما كندلكو العجينة العادية، باش كتجينا مهوية ومفشفشة من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا، دارت القوام ديالها. دابا غنحطها في القصعه ونغطيها ونخليها تخمر. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه، عندي 125 غرام ديال الحمات مقطعين طريفات صغار، 125 غرام ديال الكفته، 2 بصلات كبارين، 100 غرام ديال الزيتون مقطع، واحد 4 د المعالق ديال المعدنوس مقطعين طريفات صغار، وعندي كذلك 2 بيضات مسلوقين. كنحتاجو للتوابل الكمون، زريعة القزبور، الملحة السودانية والتحميرة، هادو كلهم معلقة صغيرة. بالنسبة للخليط غنضيف المعدنوس مقطع طريفات صغار على الخليط ديالي، اللحم والكفتة والبصلة والزيتون، ونضيف له كذلك التوابل. وكنضيفو كذلك واحد 3 د المعالق ديال زيت العود يكونوا كبار على الخليط ديالنا. وكنبقاو نجمعوا هذا الخليط بيدينا حتى يتنسجم لنا الخليط كله، ونخليوه يتشرب هاد التوابل نخليه يرتاح. البنات، هاد المدفونة كتجي رائعة، وخصوصا اذا مشيتوا للريصاني. سبحان الله العظيم، ديك الناس ديال ديك المنطقة كيطيبوها فوق العواد. كتجي غزالة غزالة البنات، مع شي بريريت ديال اتاي، يا سلام. يا سلام البنات، كتجي غزالة. ولكن حنايا غنحاولوا نقربوها شي شوية منا وغنديروها في الدار، باش نتشهاوها ان شاء الله بحول الله، ونطيبوها غير في الفران ديال الدار. ما كرهناش كنا حتى حنا عندنا شي فريرين على برا كون طيبناها، ولكن غنطيبوها في الدار ونتقاسموها مع بعضياتنا ان شاء الله بحول الله. كما كتشوفوا راني دابا خلطت المقادير كلهم وخليت الخليط يرتاح. دابا دزت العجين بعد ما خمرت ليا العجين ديالي. درت البنات واحد الكرة صغيرة، وغندير واحد الكرة كبيرة. هاد الكرة الكبيرة هي اللي غنطلقها على سطح العمل من التحت، وغنرققها ان شاء الله مزيان. عاد غندير فوق منها ديك الكرة الصغيرة. كما كتشوفوا خليتها ترتاح شي شوية. جبت هاد الخشبة هادي اللي كتشوفوا هنايا، اللي كنطرحوا بها الخبز. درت شوية ديال الدقيق السميد باش ما تلصق لياش الكرة ديال العجين، وبقيت كنسرح هكا بيديا. خليتها شويه ترتاح، عاد بقيت كنسرح بيديا بحال تقولي بحال كنقرصوا الخبز، كما كنقرصوا الخبز. غنبقى نسرح نسرح حتى تجيني على الدائره كلها ديال هاد المطرح هذا اللي كتشوفوا. هاد البنات، هاد المطرح علاش درتو انا؟ باش يسهل ليا
عملية القلب باش غنقلبها في اللاطة. إلا درتها هكا فوق شي سطح العمل هكا، خصني بحال تكون ندخل يديا تحت من تحت هاد العجينة، ونجي نقلبها يبقاو ليا لا تخاص ديال يديا في ديك العجينة. إذا كان عندكم شي صوينية ولا شي حاجة باش تقدروا تقلبوا هاد الخبزة هادي في المقلة اللي غطيبوا بها في الفران. ودابا كندوز نوزع الخليط ديالي بطريقة متساوية على العجين. كنديرو في الوسط، أما الجوانب أو الحواشي ما كنديرش فيهم الخليط، باش يمكن ليا باش ندير ديك الخبزة الثانية اللي قلت لكم صغيرة فوق منها، يمكن ليا نسد العجين وما تطرطق لياش الخبزة. كما كتشوفوا اللحيمات قطعتهم طريفات صغار، والبصلة هي قردتها باش يجيني الطياب قد الكفتة، قد اللحم، قد البصلة، قد العجين. كنبقى البنات غادا بهاد الطريقة هادي، كنوزع الخليط على الخبزة كاملة، وكنجيب ديك 2 بيضات. البنات انا هنايا ما درتش ديك الطريقة التقليدية قطعتها طروفة، لا، حاولت نحكها ونوزعها على الدائرة كلها ديال العجين بهاد الطريقة هادي. حكيتها في الحكاكة، وهادوك 2 بيضات سميتو حكيتو على العجين. البنات يمكن لكم تزيدوا اللوز، هي الطريقة التقليدية كيكون فيها اللوز. أنا ما عنديش اللوز متوفر، لذلك حاولت نعوضه بالزيتون. بعد ما حكيت ديك 2 بيضات، كنحاول نوسعهم على الخليط يغطي ليا ديك الخليط ديال الكفتة واللحم كما كتشوفوا. وكنمشي نجيب ديك الخبزة ديالي الصغيرة، وكنديرها على الخليط على وجهه، وكنحاول نسرحها ونحاول نسدها بهاد الطريقة هادي. كندير الاصبع ديالي ونبرك على العجين، ونتني بديك الطبقي ديال الخبزة السفلانية. كنبقى غادا هكا دائرة، كندور هاد الدائرة كلها. كنجيب واحد اللاطة مفرشة بابي سوغفيليزي وكنقلب. كتجيني ساهلة، كنقلبها في ديك اللاطة، وكنبقى نضغط بيديا كما كتشوفوا. وكنجيب واحد الكوردون وكنتقب هاد الخبزة باش يمكن ليها تنفس ليا وما دير لياش البويقات، وتجي ليا من جهة منفوخة وجهة هابطة. كنتقبها مزيان كما كتشوفوا بالكوردون. ومن بعد كنجيب واحد الزليفة ديال الماء، وكنبقى ندوز على هاد الخبزة بالماء باش تجيني فتية من الفوق. البنات هذه الطريقة اللي كنعتمدها انا في هاد المدفونة الى طيبتها في الدار. كما كتشوفوا، كما قلنا لك حنا كنحاولوا نطيبوها في الدار، ماشي فحال الطياب ديال الزنقة. الطياب ديال الزنقة كيجي لذيذ، سورتو الا طيبناها في الفران ديال الزنقة او في الفران ديال العواد. وكنسخنوا الفران مزيان، وكندخلوا له المدفونه ديالنا على درجه حراره 200 درجه. بالنسبه للمدفونه ها هي وجدات. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش من اللايكات، واللي ما مشتركش في القناه يشترك معنا ويدعمنا، وجزاكم الله خير.